وداعا سنية عبد الغفور البرعي. وداعا ناهد رشدي. مع قصة حياة ناهد رشدي وحكاية فنية جديدة. بس قبل ما نحكي الحكاية رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. يوم 14 سبتمبر سنة 1956 اتولدت ناهد رشدي اللي عرفناها باسم سنية عبد الغفور البرعي في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. ويوم 14 سبتمبر سنة 2024 يعني في نفس يوم تاريخ ميلادها انتقلت إلى رحمة الله الفنانة ناهد رشدي. مع قصة حياة ناهد رشدي قصة جديدة من قصص حياته. من صغرها وهي بتحب التمثيل وبتجيد اللغة العربية وإلقاء الشعر. شاركت في فريق المدرسة بتاعها ووقفت لأول مرة على مسرح المدرسة وكان عندها 8 سنين. كانت مهتمة جدا بأخبار الفنانين وكانت بتتبع قصص حياتهم وأخبارهم في صفحات الجرايد والمجلات. بعد ما حصلت على الثانوية العامة قررت دخول المعهد العالي للفنون المسرحية، لكن أهلها رفضوا، وخصوصا أخوها الكبير الحاج مصطفى رشدي اللي رفض بشدة في عملها في مجال التمثيل. فهي قالت لهم إنها هتدخل قسم إخراج وتمثيل وهتشتغل مخرجة ومش ممثلة، وعشان كده وافقوا لها. أثناء دراستها في المعهد شافها المخرج محمد فاضل والمخرجة إنعام محمد علي ورشحوها على عدد من الأعمال وقدموها في بعض الأعمال الدرامية. لكن وهي في بداية نجوميتها اتجوزت سنة 1982 وسابت التمثيل وقعدت في البيت بفترة. لكن بعد كده بدأت ترجع للتمثيل تاني، ولكن على فترات متقطعة بسبب إصابتها بمرض السرطان. كان عندها إحساس بالاضطهاد وإن في ناس قريبين منها جدا لكن ما بيحبولهاش الخير، وخصوصا بعد ما أصيبت بالسرطان وكانوا بيستكتروا عليها استقرارها الأسري وزواجها اللي دام 35 سنة. قدمت عدد من الأعمال أهمها أرابيسك، ساكن قصادي، هوانم جاردن سيتي، وتمضي الأيام. من أشهر أعمالها دور سنية عبد الغفور البرعي اللي قدمته مع الفنان نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض وحنان ترك. في الدور ده ناس كتير رهنوا انها مش هتنجح فيه لان سنها كان كبير وكانت قريبه من سن عبلة كامل. وبتقول عن الدور ده انها خدت ابنها معاها اللي كان عنده 8 سنين الاستوديو وهي بتصور، وتفاجئ ابنها وهي لابسه لبس مدرسه وعامله ضفاير. لكن المسلسل نجح جدا وهي نجحت في الدور ده جدا جدا. اتميز ادائها التمثيلي بالتلقائيه والعفويه وعدم التكلف، وعشان كده دخلت قلوب الناس كأنها أخت أو بنت العيلة. وفي صباح يوم السبت 14 سبتمبر سنة 2024 وهو نفس تاريخ ميلادها اتوفت الفنانة ناهد رشدي عن عمر 68 سنة. رحم الله الفنانة ناهد رشدي وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها الصبر والسلوان. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.